اوعى تعمل سكيب للفيديو ده عشان هيغير مفهومك عن نفسك حرفيا. اسوأ مشاعر عدت عليك في حياتك غالبا هي اللي كونت شخصيتك. حزن، فشل، خذلان، رفض. وفي علم النفس دي حاجه اسمها بوست تروماتيك جروس او نمو ما بعد الصدمه. يعني بعض الناس بعد الالم ما بيرجعوش زي ما كانوا، بالعكس بيرجعوا اقوى بكتير. في دراسه اتعملت في جامعه نورث كارولاينا على ناس بعد رجوعهم او بعد مرورهم بصدمه قويه جدا. النتيجه ان 60% منهم كانوا انضج واوضح واقوى في اتخاذ القرارات. جي كي رولينج مؤلفه كتب هاري بوتر كانت مجرد وحيده مكتئبه اكلينيكيا وبتعيش على الاعانات الحكوميه. فكرت في الانتحار اكتر من مره وده باعترافها. والمعلومه اللي محدش اخد باله منها ان هي قالت ان الاكتئاب ده هو اللي علمها الفرق ما بين الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، وده اللي خلى كتبها فيها عمق نفسي مش مجرد قصص للاطفال. اكيد كلنا عارفين كاينو ريفز، الممثل المشهور بسلسله افلام ذا ماتريكس. الشخصيه اللي انت شايفها الكاريزما الهاديه دي شريكه حياته ماتت وابنه اتولد ميت واخته جالها سرطان في الدم وفقد اعز اصدقائه. وكل الاحداث اللي حصلت في حياته دي بدل ما تخليه عدواني خلته شخص هادي ومتواضع وشبه منعزل. في علم النفس دي حاجه بيسموها meaning making through pain، يعني تحويل الالم لمعنى في حياتك بدون غضب. في ناس كتيره فاكره ان هم بقيوا انطوائيين بعد تجربه صعبه حصلت لهم. حقيقه ان الالم ده بيقلل الدوائر الاجتماعيه الضعيفه وبيخلي الدماغ يقلل الثقه العشوائيه في الناس. وفي علم النفس بيسموا الحاجه دي سوشيال بيرنينج، زي الشجره لازم تقص الاغصان الضعيفه فيها عشان الباقي يعيش. والالم او المواقف الصعبه اللي بتحصل لك في حياتك دي بترفع عتبه الاحتمال، يعني حاجات كتيره كانت بتوجعك بس دلوقتي بالنسبه لك بقت عاديه. وده سبب ان ناس كتيره اتألمت بعمق او عدت على مواقف صعبه بتبان ان هي بارده شويه، مش عشان مفيش احساس بس احساسهم مترتب اكتر من غيرهم شويه. واهم حاجه ان الالم بيخلق هويه داخليه، الانسان بيتجبر يسال نفسه انا مين بعيد عن الناس، وده بيبني حاجه اسمها السيلف ايوثرشيب، يعني رايك بيبقى جاي منك وقيمتك مش مستعاره وقراراتك مش بتبقى مجرد رد فعل. وده سبب ان اللي عدى على موقف صعب او صدمه بيبقى صعب قوي ينجر ورا القطيع. اعلى معدلات الوعي الذاتي بتحصل مع الحزن او الفقد او الفشل مش اثناء النجاح. عشان كده انضج نسخه منك غالبا اتولدت بعد تجربه مؤلمه. فالخلاصه ان الالم مش بيدلعك ويطبطب عليك، بس بيعيد تشغيل دماغك وبينظف علاقاتك. فلو حسيت نفسك ان انت اتغيرت بعد موقف صعب حصل لك فانت اتطورت مش اتكسرت. وفي جمله شهيره قوي بتقول سالت الله القوه فاعطاني صعوبات لاتغلب عليها، سالته الحكمه فاعطاني مشاكل لحلها. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيمر بتجربه صعبه وقول له ما تقلقش انت في مرحله تطوير لشخصيتك الحاليه. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب وخليك ملتزم.